السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مستر بالو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا نتائج قرعة كأس إفريقيا التي ستقام بدولة الكوت ديفوار. غادي نشوفوا المجموعة اللي وقع فيها المنتخب الجزائري، كذلك غادي نسمعوا المحللين شنو قالوا على حظوظ المنتخب الجزائري في الصراع على كأس إفريقيا بدولة الكوت ديفوار. المنتخب الجزائري وقع في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا، مجموعة صراحة كتبقى متوازنة وفي متناول المنتخب الجزائري. نخليكم تشاهدوا الفيديو ولكن ديروا لنا شي لويك. قرعة نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ونستعرض وإياكم مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023. المجموعة الأولى تضم كوت ديفوار البلد المستضيف، إلى جانب نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. في المجموعة الثانية مشاهدينا منتخب مصر سيواجه منتخبات غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. المجموعة الثالثة تضم السنغال، كاميرون، غينيا وغامبيا. في المجموعة الرابعة الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا. في المجموعة الخامسة نجد منتخبات تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا. وفي المجموعة السادسة والأخيرة المنتخب المغربي سيلعب مباريات دور المجموعات أمام منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. منذ الوهلة الأولى مشاهدينا وحسب التصنيف فهمنا أن المجموعات ستكون قوية. ورحب من جديد بالكباتن، كابتن طارق، أهلا بك، كابتن محمدي وكابتن وائل. قلنا أنه المجموعات ستكون قوية وهذا بالفعل ما حدث. رأيك أولا مجموعة الموت أين تحددها؟ والله مجموعة تونس، المالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا. أصحاب مع مالي كابتن. مالي لا. الجزائر بالنسبة لي أنا الجزائر مجموعة ماهيش قوية، وعندها إمكانية الجزائر ترشح المرتبة الأولى مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. إن شاء الله موريتانيا عندها إمكانية ترشح يا إما الثالث يا إما الثاني، ليش لا؟ عندها اكتسبت خبرة كبيرة خصوصا السنوات الأخيرة، دائما متواجدة ولعبت مع منتخبات كبيرة. محمدي، المجموعة الرابعة موريتانيا إلى جانب الجزائر، بوركينا فاسو، أنغولا. سعيد بالمجموعة ومتخوف قلق؟ سعيد وقلق بكل تأكيد، لأني قلق ربما بأن الجزائر هي الطرف أكيد الأقوى. متصالحين مع الفكرة أكيد أن الجزائر هي الطرف الأقوى. هي نفس المجموعة بالمناسبة التي لعبناها في تصفيات 2019 قبل تقريبا 4 إلى 5 سنوات، هي نفس باستثناء كأس أفريقيا ونقول تصفيات. لعبنا تصفيات وتأهلنا على حساب بوركينا فاسو. حينها لم تتأهل إلى كأس أفريقيا 2019 نسخة مصر لأول مرة، وأنغولا لعبنا أمامها في السنة الماضية كأس أفريقيا المحلي وفزنا عليها. كان حينها المنتخب الأول لأنغولا بينما كان المنتخب الثاني المنتخب الوطني. حققنا الفوز عليه في الجزائر، فبالتالي أعتقد أنه الجزائر هي الطرف الأقوى، هذا أكيد لا نقاش لا جدال في هذه المسألة. لكن الصراع سيكون ما بين أنغولا، موريتانيا، بوركينا فاسو. الصراع سيكون متوازن، معقد، صعب، خاصة أننا لحد الآن لا نمتلك ربما الصورة تامة على المنتخبات. كل شيء قد يتغير في 3 أشهر، إصابات، غيابات، تحولات قد تحدث. لكن أنا أعتقد أن الصراع سيكون بين هذا الثلاثي بشكل متوازن. قد نتأهل كما ذكر الكابتن في الثاني، قد نتأهل في الثالث. هذا نتمنى أن تحدث معجزة نتأهل في الأوائل، لكن هي صعبة في الحقيقة. ليس كل شيء بالضبط لما لا، لكن أعتقد أن الجزائر تمتلك خطوات لا بأس بها عن بقية المنتخبات، لكن ثمة أمل كبير للمنتخب الوطني. كابتن وائل، سأعود إليك. سنبقى في هذه المجموعة الرابعة وسأتحول إلى الجزائر. معنا من هناك محمد قاسي السعيد لاعب المنتخب الجزائري سابقا. أهلا بك من جديد. المفروض أن الجزائر هي الطرف الأقوى في هذه المجموعة، هل توافقني هذا الرأي؟ وكيف أو ما هو تعليقك عن المجموعة الرابعة؟ حقيقة بالطبع يعني الجزائر طاحت في مجموعة تبدو سهلة وشبه غير يعني
غير مستحيلة للمنتخبات الأخرى، يعني البوركينا، بكل احتراماتي للبوركينا فاسو موريتانيا وأنغولا، نظن بالجزائر هي الطرف الأقوى في هذه المجموعة، ولكن ولابد نتكلموا نولي شوية للوراء على مجموعة الكاميرون. الجزائر هي أيضا كانت هي المرشحة، ولكن ما فزناش على جبل بالماضي والمجموعة اللي معاه يتفادوا الأخطاء اللي ارتكبوها في الكاميرون. ونظن باللي الجزائر والبوركينا راح هما اللي يمشيوا للدور الثمانيني، مع كل احتراماتي مجددا لموريتانيا وأنغولا. كابتن محمد، الخروج من دور المجموعات بدون تحقيق أي انتصار في النسخة الماضية إلى أي حد يمكن أن يجعل جمال بالماضي أكثر حيطة وحذر، ويكسب اللاعبين أيضا خبرة في التعامل مع الأجواء الأفريقية؟ لا، نظن اليوم المجموعه راهي متكامله، عنده اعتداد تاع اللاعبين. يعني شوف لما نشوف قويري، عوار، عموره، عده لاعبين شايب يتصلوا التحقوا بالمنتخب الوطني. هاد اللاعبين اللي كانوا في الماضي ما كانوش مع المنتخب، كانوا مع المنتخب الفرنسي، اليوم تلاحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري. نظل راح يعطيو نفس جديد وقوه جديده للجمال بالماضي. على جبل بالماضي يعرف ماذا يعمل، يتدارك الاخطاء اللي ارتكبها في الكاميرون. ونظن باللي يعني بكل يمشي للدور الثمانيني بكل اريحيه. تحدثنا عن تشكيلة المنتخب الجزائري، عن الأسماء الجديدة، الأسماء الشابة. هل تشكيلة المنتخب الجزائري في الفترة الحالية جاهزة 100% أم هناك بعض المراكز التي تحتاج ربما إلى تعزيز برأيك؟ ما نظنش اليوم الاعتداد تاع المنتخب الجزائري راهو في القمة، مع بعد ما التحق عوار ثم ابراهيمي، قويري، ايت نوري، لاعبين اللي ينشطوا في الدوري الاوروبي، يعني عندهم امكانيات وعندهم تجربه. والعائق الوحيد هو الكل اللي يعرفوه هو ادغال افريقيا، ليست كاوروبا. ولكن نقول باللي حقيقه بصراحه ان المنتخب الجزائري عنده لاعبين قويين جدا في هذه المناصب هذه. كل التوفيق، شكرا جزيلا لك سيد محمد قاسي سعيد لاعب المنتخب الجزائري السابق. على العموم بالنسبة لي أنا ممكن التركيز على مجموعة السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا كمجموعة الموت. بالنسبة للمنتخبات العربية فأرى أن المنتخب المصري بعلو كعبه وبخبرته قادر على تجاوز المجموعة. بالنسبة للمنتخب الجزائري أتمنى أن يسترد ذاكرة 2019 لأنه لديه من الإمكانيات. سنرى ديربي رائع جدا مع المنتخب الموريتاني المتطور الذي نتمنى له التوفيق. بالنسبة للمنتخب التونسي فهي مجموعة بالنسبة لي معقدة، لأنه 3 منتخبات مالي وجنوب أفريقيا. على العموم هذا الدور والشكل يعني تصفيات هذه المجموعات فنرى أنها تحمي المنتخبات القوية، لأنه تأهل منتخبين بالإضافة إلى أفضل 4 توالد، فهذا يسمح للمنتخبات الكبيرة بأن تظل. ما يهم بعد ذلك هو القرعة، يعني المجموعة التي ستواجهها في دور الثمن والربع. على العموم أتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا العربية. وكما قلت بالنسبة لدور المجموعات فستكون لدينا مباريات رائعة جدا في كل مجموعة، يعني الكوت ديفوار مع نيجيريا، سنرى أيضا مصر مع غانا في المجموعة الأخرى، السنغال مع الكاميرون روعة، والجزائر مع موريتانيا كمباراة ديربي المغرب العربي. بالنسبة لتونس هناك مباراتها مع مالي ومع جنوب أفريقيا مباراتين قويتين. أما منتخب المغرب فمع الكونغو الديمقراطية مباراة جديرة بالمتابعة. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية. كابتن محمد، كيف ترى تشكيلة المنتخب المغربي التي يمكن أن يشارك بها وليد الركراكي في كأس أفريقيا في ظل عدد من التغييرات منذ كأس العالم وإلى اليوم، عدد من الوجوه الجديدة، الاستعانة بلاعبي المنتخب الأولمبي، وأيضا هناك إصابات، هناك زكريا بوفال الذي لا نعلم إذا كان سيكون جاهزا وقت كأس أفريقيا. كيف ترى هذه التشكيلة؟
يعني حتى لو ناخذ لائحه اللاعبين المنادى عليهم من المباراتين، واتصور انه بعد يومين سنرى بالكوت ديفوار، حيث كانت القرعه المنتخب المغربي في فكره ذكيه من الاتحاد المغربي، سيكون عليه ان يواجه البلد المنظم، وبالتالي سوف يتاقلم يعني 4-5 ايام هناك، فهذا شيء رائع، خصوصا ان منتخب المغرب لم يلعب مباريات رسميه على الواجهه الافريقيه خارج ملعب، يعني بالدول الافريقيه، يعني في ظرف سنه ونص نصف لعبنا ضد، يعني كانت هناك مباراتين، مباراه مع جنوب افريقيا الاخيره هزمنا فيها، وكانت مع الكونغو الديمقراطيه تعادلنا، يعني مباريات قليله، غالبيه المباريات لعبناها بالمغرب. فلذلك انه ما لاحظناه بعد المونديال مباراه مع البرازيل في نتيجه رائعه جدا واداء رائع، لكن بعد ذلك ابتدات مشاكل على مستوى القدرات التنافسيه لبعض اللاعبين، على مستوى الاصابات الان الموجودون الان بالكوت ديفوار، فهناك غياب ل 12 لاعب كان متواجدا بالمونديال، وهذا الامر يؤثر كثيرا على مستوى التجانس. اتمنى ان ينجح المدرب المنتخب المغربي في ايجاد التوليفه في ظل الغيابات المهمه، واتمنى ان يصل الى يعني الكوت ديفوار بعد 3 أشهر في احسن احواله، ويقدم لنا مفاجاه اخرى، لانه حتى فوز المغرب لن يعتبر مفاجاه الان، لانه المغرب حصل على الرتبه الرابعه في المونديال، لكن ستكون مفاجاه لانه تعودنا على الاخفاقات في كاس افريقيا، لكن الان هناك تفاؤل كبير بهذه المجموعه، بمدرب المنتخب، بالشكل الذي يدير به الاتحاد المغربي، بايضا حتى العنايه الملكيه للمنتخب، وايضا هذا الشغف الجماهيري للشعب المغربي. فاتمنى ان يكون بالفعل، ان تكون هذه هي الفرصه، لانه آن الاوان للمنتخب المغربي ان يحقق ما حققه في 76، ولو على الاقل ان يفعل ما فعله منتخب بدو زاكي في 2004 بتونس. نعم، سؤال اخير كابتن، شاهدنا استقبال الجاليه المغربيه هناك في ابيجان للمنتخب المغربي الذي كما اشرت سيخوض مباراه امام كوت ديفوار. الى اي حد تكون مفيدة هذه المساندة الجماهيرية وتسمع في الملعب عبارة سير سير سير، وشاهدنا هذا في كأس العالم هنا في قطر، وما قدمه هذا التحفيز للمنتخب المغربي؟ تقول تحفيز، أنا أقول منشطات، يعني دائما أتكلم عن خصوص منتخبات شمال إفريقيا معروفة بهذه النقطة، لكن تميز الجماهير وعشاق المنتخب المغربي في تواصلهم وتفاعلهم مع المنتخب، ورأينا هذا الأمر في مونديال روسيا وفي المونديال الأخير بشكل كبير. هناك جالية مغربية محترمة بالكوت ديفوار، لكن أنا متأكد أنه ستكون هناك طائرات خاصة. أيضا سيساهم الاتحاد المغربي، نتذكر تأهل المغرب للمونديال روسيا 2018 لما كانت تلك المباراة الحاسمة بالكوت ديفوار، ورأينا ذاك الحضور الملفت للجماهير المغربية هناك، واستطاع المغرب التأهل في عقر دار يعني المنتخب كوت ديفوار. لذلك حضور جماهيري منشطات مهمة جدا جدا، لكن أعود وأقول أن على منتخب المغرب وعلى مدرب المنتخب المغربي أن ينسى نهائيا ما حصل في المنتخب. صحيح أنه الجرينتا مهمة، الجرينتا لازم أن تستمر، لكن عليهم أن يسروا الظروف، عليهم الآن أن يكون هناك تحدي أكبر، أن يستلهموا من المنتخب المصري، منتخب شحاتة وتلك يعني الثلاثية الرائعة في ظرف 6 سنوات من الجرينتا، من أن تذهب إلى إفريقيا وتتحدى وتأتي بالكأس. أشكرك جزيل الشكر كابتن محمد سهيل لاعب المنتخب المغربي السابق، كنت معنا من الرباط. سنتابع الآن مشاهدينا تصريحا لنجم المنتخب السنغالي السابق خليل فاديغا بميكروفون عمرو فهمي. إذا في أول ردود الفعل بعد هذه القرعة معنا هنا النجم السنغالي الكبير خليل فاديغا، والذي كان خوتي خواتاتي كما شاهدتوا في هذا الفيديو نتائج قرعة كأس إفريقيا القادمة بدولة الكوت ديفوار. شفنا كذلك المجموعة اللي وقع فيها المنتخب الجزائري وشنو قالوا المحللين على حظوظ المنتخب الجزائري. صراحة المجموعة الرابعة مجموعة في متناول المنتخب الجزائري، والفريق ربما اللي عاد يشكل بعض الصعوبات هو فريق بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو سبق له واجه المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة في أكثر من مقابلة، والمباريات صراحة مع هذا المنتخب كتكون مباريات قوية وصعيبة، لكن الحمد لله وبفضل التجربة اللي عند جمال بالماضي ولاعبي المنتخب الجزائري كنشوف بأن من السهل أن المنتخب الجزائري يتأهل من هذه المجموعة كأول إن شاء الله، وهذا الشيء اللي كنتمناه بطبيعة الحال. المواجهة الثانية للمنتخب الجزائري في الدور الأول غادي تكون ضد منتخب موريتانيا، وهو صراحة منتخب متطور.
وكيبقى الشيء اللي قلنا على منتخب موريتانيا نقولوا على منتخب أنغولا. وجب الحذر باش ما يوقعش المنتخب الجزائري في الأخطاء اللي وقع فيها في كأس إفريقيا بالكاميرون. خوتي خواتاتي، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تدعمونا بشي لويك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديما مع قناة مستر بالو. يلا خوتي، بقاو على خير.